السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربما البعض يرى فيما يجري في سوريا بأنه الموضوع هو موضوع خلافات سياسية أو خلافات مع حكومة أو ما شابه. حتى الآن كحكومة انتقالية لم تشكل. فقط الحقد الذي تمارسه الطوائف مختلف تماما، يعني حقد لا يريد الاستمرار لسوريا أن تعود فعلا بلد ويعود الاستقرار وينعم أهلها بالاستقرار. الموضوع ما هو موضوع سياسي أو ما هو أو مطالب أو أي شيء. الموضوع باختصار الأقليات هاي العلوية والدرزية والكردية، هاي الأقليات تتآمر على أهل السنة حصرا. الموضوع ما بيريدوا إطلاقا أهل السنة يوصلوا لموضوع عدالة انتقالية، وما بيقبلوا بمحاكمة المجرمين والمتلطخة أيديهم بالدم. الموضوع لأهل السنة بالعموم يعني ليس المستهدف حكومي، وإنما المستهدف أهل السنة في عموم سوريا. إن كانت فعلا إن كان الاستهداف ليس لأهل السنة، لماذا هجرت قوات سوريا الديمقراطية أهالي الشيوخ يقدر عددهم ب60,000، وحرقت بيوتهم وممتلكاتهم على مدى عمر التواجد قوات سوريا الديمقراطية من 2015 وإلى الآن؟ إن كان فعلا العلويين منصفين ويريدون العيش بسلام، لما سمحوا العلويين وما خرج العلويين وحملوا السلاح سواء بالقرداحة أو في العديد من الأماكن والمناطق اللي بيتواجدوا فيها وبيعيشوا فيها. العلويين اثنين الدروز، لو فعلا الدروز هن جماعة متحضرين وعم يبحثوا عن أمن واستقرار سوريا، ما حملوا السلاح وخرجوا بجرمانة أو بالأمس كل يومين بشكلوا مجلس عسكري. الموضوع موضوع حماية مجرمين وتجار مخدرات، وقتلي وإرهابيين باختصار. الموضوع استهداف لمكون أهل السنة جميعا. أنت كسني أينما تواجدت في ربوع سوريا فأنت مستهدف من خلال الأقليات، بدهم يبقوا الوضع على ما هو عليه لزيادة الانتقام من أهل السنة ولزيادة القتل من أهل السنة. هذا باختصار الموضوع ما هو سياسي إطلاقا، الموضوع مدعوم من إسرائيل. قوة تصريحاتهم وتصرفاتهم بعد تصريحات نتنياهو. فهل أهل السنة قادرين بالدفاع عن بلدهم وعن انتمائهم وعن هويتهم وعن دينهم بغض النظر عن أي شيء آخر؟ هل أهل السنة قادرين؟ هذا ما تترجمه الأيام والأفعال من أهل السنة. باختصار، من الواجب حقيقة على الحكومة إعلان النفير العام في كل أنحاء سوريا، لأنه الموضوع لا يخص الدولة ولا يخص الحكومة ولا يخص مجالس ولا يخص قيادات، يخص الثورة السورية. يعني الالتفاف على الثورة السورية وعودتنا إلى ما قبل بشار الأسد، وعودة السنة إلى الحظيرة الفئوية وحظيرة الأقليات والانصياع لهذه الأقليات. وشكرا لكم، وهذا الوضع باختصار. الموضوع منتهي تماما، وعلى أهل السنة التصرف بغض النظر عن أي شيء آخر. وشكرا لكم.